اعترافا بفضل هؤلاء على أنه لولاهم لما كانت الثورة قد نجحت، ولولاهم لما كنا في هذا البرلمان. نحن لسنا بأقل من تونس التي كان يمكن لنا أن نحذو حذوها وننظم إجرائيا حضور هؤلاء بصورة رمزية في الجلسة الأولى قبل أن نشرع في انتخاب الرئيس والوكيلين. النقطة الثانية، الحديث عن الشهداء والجرحى يستدعي مباشرة أن يتبنى المجلس وبصورة واضحة، وهو ما أدعو إليه ويدعو إليه زملائي الذين وقعوا على الطلب معي، وقبل أن نأتي إلى لجان تخصي الحقائق، أن يتبنى المجلس إعلان إلغاء حالة الطوارئ. حالة الطوارئ هي التي تسببت أيام الثورة وخلال الفترة الماضية منذ 11 من فبراير 2011 وإلى الآن في سقوط شهداء وجرحى من المصريين، وتتسبب إلى الآن في محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري مع مواد أخرى في قانون الأحكام العسكرية. مددت حالة الطوارئ من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصورة غير دستورية، وللمجلس صلاحية أن يعلن أن حالة الطوارئ تلغى أو تنهى إن توافقت أغلبية في المجلس على هذا. هذه من صلاحياتنا. النقطة الثالثة، لجان تقصي الحقائق التي نطلبها. نطلب لجنة لتقصي الحقائق لتنظر في ثلاثة أمور رئيسية. الأمر الأول، وهنا الاختلاف الجذري مع بيان الحكومة، أن الأمر لا يتعلق بتعويضات مالية ولا بمعاشات ولا بمكافآت ولا بإطلاق أسماء الشهداء الأبرار على شوارع أو على ميادين في مصر. الأمر يتعلق في المقام الأول بالمساءلة القانونية للمتورطين في قتل الشهداء وللمتورطين في انتهاك حقوق المصريين. في هذا لجنة تقصي حقائق من مجلس الشعب للتحقيق في هذا الأمر عملها أن تتابع ما حدث من جانب اللجان الحكومية التي لم تقدم لا للرأي العام ولم تقدم للمصريين أي من هؤلاء المتورطين، خاصة فيما أعقب 11 من فبراير من اعتداءات أوقعت شهداء وجرحى من المصريين. فهذه المهمة الأولى للجنة الخاصة، النظر فيما قامت به اللجان الحكومية التي لم تعلن تقاريرها على الرأي العام وليست لها صفة الضبطية القضائية ولا نعلم أين تقف التحقيقات. المسألة الثانية، المتابعة الحقيقية من جانب المجلس لملف التعويضات والملفات المتعلقة بالمعاشات، لأن على خلاف ما تفضل به السيد الوزير، المعلوم لدى الرأي العام والمسجل من جانب عدد كبير من أسر الشهداء ومن جانب مصابي الثورة أن هناك الكثير من البيروقراطية، أن هناك الكثير من التعطيل، أن هناك الكثير من التحايل، وأن الحقوق لا تصل لمستحقية إلى الحد الذي تتكفل به سفارات أجنبية بنفقات علاج مصابي الثورة في العديد من الدول الأوروبية، ولا تتكفل بهذه نفقات الحكومة المصرية. المسألة الثالثة والأخيرة، لأن الشهداء والجرحى، الشهداء الذين سقطوا ومصابي الثورة، كان معهم من هم الآن بعد أن حكموا أمام القضاء العسكري في السجون العسكرية. لابد أيضا أن يرتبط بلجنة تقصي الحقائق هذه، وأنا أعرض هذا الأمر على المجلس وأرغب في أن نتبناه، وسأقدم هذا الاقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: إغلاق وإنهاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والنظر في إعلان عفو عام عن كل مدني حكم أمام القضاء العسكري من 11 فبراير إلى الآن. هذا يستدعي تغيير في قانون الأحكام العسكرية، وسيرتبط إن توافقنا على إعلان إنهاء حالة الطوارئ، لأن مدها كان غير دستوري. أشكر السيد الرئيس. شكرا للدكتور عمرو حمزاوي. ونستأذن المجلس طبقا للترتيب الوارد. المفروض الآن الكلمة للأستاذ مصطفى بكري، سنستأذنه أن يتقدم عليه الدكتور أكرم الشاعر، لأن ابنه من مصابي الثورة ويعالج الآن في ألمانيا. تفضل دكتور أكرم. شكرا يا ريس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا مش عايزين فلوس يا ريس، مش عايزين من حد أي حاجة. عايزين نشوف اللي قتلونا وقتلوا أبنائنا يعدموا. عايزين محاكمة حقيقية يا ريس. مجلس الشعب ده
شكرا، تفضل بالحديث، تفضل. ريس، احنا بنخاطب الشعب المصري كله، بنخاطب كل القلوب وكل العقول. احنا عايزين نعمل دولة دستورية حقيقية. المحاكمة لغاية دلوقتي محاكمة هزلية، لغاية دلوقتي الأوراق مش موصولة. أنا عايز أسأل سؤال، اللي ضرب ابني ده معروف ولا مش معروف؟ اللي ضرب ابني على كوبري قصر النيل والفيديو موجود والناس كانت بتصلي والتفتيش موجود والأسماء موجودة، ليه؟ مين مسؤول عن حرق الأسماء وما توصلش للنيابة؟ مين الوزير اللي كان موجود في هذا الوقت وإلى الآن لم يقدم إلى المحاكمة؟ مين اللي خلى الأوراق عند النيابة ضعيفة؟ مين؟ يا معالي الوزير، يا معالي الرئيس، الآن يحاكم، اللحظة دي في محاكمة هناك. احنا مش عايزين يتحاكموا بالاسلوب ده، احنا عايزين محاكمة سياسية، محاكمة سياسية. الاوراق والمستندات اعدمت واهدرت، ولو ترك الوضع للمحاكمة ربما ياخدوا هم التعويض، ربما هم اللي يطلبوا تعويض. احنا عايزين يا ريس عايزين مجلس الشعب ده ضمير الامة، ضمير الشعب كله. انا هحكي لك حكاية في عيد الصغير. اشتقت بعد صلاة الفجر وصلاة العيد لابن اللي هو في هالمن، اشتقت ليه فحاولت اكلمه. تذكرت اخواننا واسر الشهداء لما يشتاقوا لاخوان لعيالهم يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يا ريس، الالم اللي جوانا مش قليل، الالم اللي جوايا مش قليل، الالم اللي جوا كله اب شهيد وام شهيده مش قليل. لازم نربط على قلوبهم، لازم نعمل حاجه تشفي صدورهم. يا ريس، القضية مش قضية فلوس. انا بقول لك دلوقتي ولا مليم جالنا الحكومة دي مش هنبني مصاب. الحكومة دي ما دفعتليش ولا مليم واحد، ولا مليم واحد، ومش عايز حاجة. وبعلن لكم دلوقتي مش عايز فلوس، مش عايز فلوس. انا عايز قصاص، عايز قصاص. يا ريس،